ازاي تجيب صناديق مميزة بطريقة سهلة؟ زي ما انت شايف كده معايا 141 قسيمة مميزة واربع صناديق مميزة. طب هل الكلام ده كله من مهام الانجازات؟ هقول لك لا. طب هقول لك انا عملت ايه بالظبط، واعمل معايا صديقي الخطوات اللي انا اقول لك عليها وادعي لي بعد كده. فاتمنى يا صديقي تنزل تحط لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده 1500 لايك، وتعمل اشتراك في القناه وتاكد انك مفعل زر الجرس عشان في فيديو جاي هيعجبك قوي، يمكن تشوفه بعد كده العرض يكون ضاع عليك. اهم حاجه تكون مفعل زر الجرس. طب انا كواحد بعمل ايه عشان اجيب الصناديق المميزه دي؟ هقول لك يا صديقي. مبدئيا كده كلنا عارفين ان الصندوق المميز القادم خلاص فاضل له ايام وينزل معانا، فالمطلوب منك تجمع اكتر من كذا صندوق عشان تفتح على الصندوق المميز. اول حاجه بعملها بنتظر احداث اللي احنا بنجيب منها صناديق مميزه بضغطه زر، بتنزل كده كل فتره مش طويله، فتره صغيره. طب الاحداث دي عباره عن ايه؟ تعال اقول لك. مثلا نخش على قسم الفعاليات دي، والفعاليه اللي فيها رقبه دي اللي هو فرخه برقبه دي ولا وز، المهم ندوس عليها. وشايفين المعلقه الاخيره دي؟ طبعا اول ما الحدث يفتح هيكون بالشكل ده. المعلقه اللي هي في الخانه الاخيره دي بتدوس كده، دوس عليها، المعلقه هتكبر معاك، بتدوس كده، دوس على الشاشه، بيديك صندوق مميز يا صديقي. لو خرجنا كده مع بعض في المخزون وبعد كده رجعنا، كنت معايا 4 هنا بقيت معايا 5. تمام، دي اول حاجات بعملها. بنتظر الاحداث دي اول ما تنزل كل فتره وفتره مش طويله بجمع منها. تمام، ايه الطريقه التانيه اللي انا بجمع منها صناديق مميزه؟ تعال اقول لك يا صديقي. بتخش معايا على المهام، تمام، وبعد كده بتيجي على الخانه اللي هم بيسلموا على بعض دولت، وبعد كده تيجي على الخانه التانيه دي اللي هو بلعب مع اصدقائي. تمام، يعني بتدوس مثلا على اصدقائي، ببعت لهم اللي هم بقالهم فتره ما لعبوش، وعلى فكره بتلاقوهم اصلا نظام ان هم بقالهم فتره ما لعبوش، اسم كده مستعار، اللي هو انت اصلا هتلاقي ناس هنا عاديه اصلا ما قفلوش اللعبه، اصدقاء جديده ولا قديمه ولا اي حاجه. المهم كل ما تلعب كتير كل ما تاخد نقاط في كل مباراه، وطبعا النقاط اللي هي العمل دي بتخش على استرداد المكافاه. تمام، وتقدر تسترد هنا قصايم مميزه من هنا. يعني كل الفكره ان انت تلعب مع الناس اللي هو محددهم، اللي هم زي اصدقائي واللاعبين الموصي بهم، بتلعب وبتاخد عملات، والعملات تقدر تستردها بقصايم. تمام، بعمل هنا ايه تاني يا عم محمد؟ طبعا اوعى تنسى يا صديقي ال5 قصايم. ده العامل الكبير اللي انا بعتمد عليه. لك ان تتخيل كل يوم بيكون ليك صندوق مميز. تمام، من هنا ومن طريقه تانية هقول لك برضك ازاي تجيب، لكن واحده واحده. كل يوم تقدر تجيب من هنا 5 قصايم يا صديقي، لكن العقبه اللي هتواجهك ان انت معكش عمل سيرفر. طب دلوقتي ازاي تجيب عمل سيرفر؟ الموضوع بسيط، قدامك طريقتين تقدر تجيب منهم عمل سيرفر. الطريقه الاولى ان انت تخش على المخزون بتاعك يا صديقي، وبعد كده تخش على عملات الموسم، وبعد كده بتدوس على استخدام يا صديقي، وتقدر تشتري عملات سيرفر كتير قوي. طب لو انت زي كده واشتريت جميع عملات السيرفر اللي هنا وجالك تم الاسترداد بالكامل، تعمل ايه في الحالة اللي زي دي؟ مطلوب منك يكون معاك عملات بي. طب هتعمل ايه بعملات البي بي؟ هقول لك هتعمل ايه. تيجي على صندوق الجند ده يا صديقي، تمام، اللي هو اخر صندوق. طبعا انا مخلص صندوق الجند لان انا لسه جايب اكتر من 500 قسيمه منه. ازاي؟ بتقعد تشتري. تمام، طبعا بعد ما تشتري الحاجات بتتكرر معاك، وبعد ما تتكرر معاك وقبل ما تخش على صندوق الجند كمان، يعني قبل ما خش عندك على المخزون، بعد كده خش على الخانه الرابعه. يعني الخانه الاولى سيبك منها، الثانيه سيبك منها، الثالثه، الخانه الرابعه دي. تمام، لو انت هتلاقي كلمه عندك اسمها تفكيك. تمام، تدوس على تحديد الكل، وطبعا الحاجات اللي مكرره معاك هتطلع لك هنا عملات سيرفر كتير اول ما تدوس على كلمه تفكيك. دولت الطريقتين اللي تقدر تجمع منهم عملات سيرفر يا صديقي، وكل يوم تقدر تجيب صندوق مميز بكل سهوله. طب ازاي نجيب تاني صناديق مميزه؟ برضك الموضوع بسيط. خش معايا على خانه الشوب، وبعد كده خش على خانه الفري. هنا برضك كل يوم
بيكون ليك فتحة مجانية. الفتحة دي اعملها نفس فتحة القصايم، يعني انت كل يوم اشتري 5 قصايم وتفتح الفتحة المجانية تعمل لها شراء. قدنا كده استفدنا بقسيمة يا صديقي. تمام. برضك في حاجة مهمة جدا جدا. حد يقول لي يا عم ده احنا بالطرق دي 3 ايام ممكن نجمع 4-5 صناديق مميزة بس. احنا عايزين 50 و60 صندوق مميز يا صديقي. خد مني النصيحة اللي انت هتقع بيها، يعني انت هتقع بالغلط. ايه الغلط؟ هقول لك هتقع ازاي. الصندوق المميز يا صديقي هيفتح خلال ايام. طبعا اول ما يفتح الصندوق المميز هيكون معاك 3-4-5 صناديق، فهتفتح وهيجي لك حاجات وحشه. طب ليه يا صديقي ما تصبرش لحد نهايه الصندوق؟ الصندوق المميز بيكون مدته 30 يوم. لك ان تتخيل لو انت كل يوم اشتريت صندوق مميز، تمام، اللي هو من الكنوز بس اللي هم ال5 قصايم، خلال 30 يوم هيكون معاك 30 صندوق مميز. انت متخيل تفتح في نهايه الصندوق المميز، افتح ال 30 صندوق مره واحده، اللي هو مش ما تنقطش نفسك يا صديقي. يعني سيب الصندوق المميز دلوقتي خالص. انت كل اللي عليك ما تفكرش في صندوق مميز، تفتح كل يوم هنا الشوب بتاعك وتفتح الكنوز وتشتري ال5 قصايم. ما تترددش يا صديقي. تمام. هتقول لي معيش عملاء سيرفر، قلت لك على طريقتين، والموسم الجديد قرب ينزل معانا وهتقدر تسترد عملاء سيرفر اكتر من 5000 عملاء سيرفر. يعني موضوع الصندوق كل يوم ده لا اوعى تفوته يا صديقي، واوعى يكون معاك زي ما قلت لك 3 أو 4 أو حتى 10 صناديق وتفتح. اصبر في نهايه الصندوق، والله في نهايه الصندوق هتكون مجمع اكتر من 50 صندوق مميز، ان انت من هنا ومن البتاعه الثانيه. تمام. طريقه ثانيه يا عم محمد نجمع منها، تعال اقول لك نشوفها بس اتشالت معانا ولا لا. تقريبا اتشالت معانا. كانت الطريقه بردك لا موجوده معانا. الحدث ده انت اصلا كل ما تفتح كده هتلاقي نفسك معاك بطايق من دي. طب البطايق دي عباره عن ايه؟ ان انت بتفتح فتحات عشوائيه بيديك اي سكن من ال4 سكنات اللي موجودين فوق دولت. وطبعا يعني اديك كده مثال عملي، بتفتح يا صديقي بيديك اي سكن مثلا باراشوت، وبعدين يديك قسيمه او صندوق او خصم يو سي، انت وحظك. نشوف الدنيا ايه. ادينا استفدنا بقسمتين مميزه بكل سهوله. موضوع بسيط جدا يا جماعه والله العظيم. انتوا اللي بتصعبوا الكلام ده كله على نفسكم. يعني انت يكون معاك صندوق، انت عايز اقول لك بس يعني خش على المخزون. شايفين انا مجمع قد ايه؟ 144 قسيمه بثمن 28 صندوق مميز، ومعايا 5 صناديق مميزه كمان. وكنت على فكره مش كل يوم كنت بفتح، انا كنت ساعات بنسى، يوم ويوم لا. ساعات قعدت اسبوع ما جمعش ال5 قصايم بتوع الكنوز. حاولوا تستفيدوا بالكلام ده كله، محدش هيقول لك الكلام اللي انا بقوله لك. انتظروا الجاي افضل. اتمنى لو جيت لحد هنا تحطوا لايك على الفيديو وتحطوا اشتراك في القناه. اشوفكم في فيديو قادم، مع السلامه.